والله راني نشوف فيها حوالي 150 مرة وانا نشوف ضربة جزاء هذه، يعني العمى يشوفها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، متابعين الأوفياء الزلف الأول، مرحبا يسون في المقدمة الرياضية. وش راح نهضروا وش راح نخليو؟ لا زال التحكيم يواصل في مسلسل الأخطاء المتعمدة والأخطاء الفادحة، وجود تقنية الفار، وجود كل وسائل الاتصال، وجود كل شيء، إلا أن الحكم المالي اليوم الذي أدار مباراة المغرب أمام تنزانيا خيب الجميع بأدائه. تربح المغرب بعرق جبينها وبيديها بصحتها، بصح باش انت تخسر فريق وتقصي منتخب وتنحي مجهود تاع أشخاص بسبب خطأ متعمد، خطأ متعمد. ضربة جزاء هذيك اللي لم يعلن عليه الحكم في دقيقة 94، لأنه الحكم المالي ما عندوش شخصية. أنه لو كان عندك شخصية وكانت عندك جرأة وكان جاء عندك حكمة، على الأقل تعاود تولي للفار، على الأقل تعاود تولي تقنية الفار. علي سيفور مخرجنا أعطينا الصور تاع ضربة الجزاء، شوفوا التبهديلة هذه. يعني إذا هذه ماشي ضربة جزاء، إذا مرة أخرى نوجه الدعوة لكل منتخبات التي تواجه صاحب الأرض والجمهور أنها تسجل على نفسها أحسن. كي تبدأ المباراة تسجل على نفسها وتهزم نفسها، حتى يعني الحكم يعني تسهل عليه اللقاءات. ما هذا يا سيدي الحكم؟ ما هذا يا سيدي الحكم؟ أخطاء فادحة. شفنا أخطاء في مباراة المالي، وشفنا أخطاء في مباراة جزر القمر في دور المجموعات أو القمر، والآن أنا نشوف أخطاء فادحة كما راهي تشوفوا الآن في الصورة. تبهديلة كما يقول المصريون، فضيحة بقلاقل هذه. يعني هل الحكم الآن راهو ضميرك مرتاح كي نحيت عرق تاع منتخب آخر؟ ما راناش هنا ندافعوا على منتخب تنزانيا، وما راناش هنا ننتقدوا في المنتخب المغربي، لكن نتحدث على الحكم حتى لا يؤول كلامنا. نتحدث عن مردود هذا الحكم الذي أظن أنه لأول مرة يمارس التحكيم، باش يعطيو لك مباراة تاعتهم النهائي ومنافسة واسمها كأس الأمم الإفريقية، وبوجود تقنية الفار، وبوجود كل وسائل الاتصال، تغلط أو أنك تتعمد الغلط أو أنك تدير روحك ما شفتش، سي طري غراف، سي طري غراف. إذا كان اليوم منتخب تنزانيا هو الضحية في مباراة ربع النهائي، شكون راح يكون ضحية؟ هل المنتخب المغربي كان يستحق مساعدة الحكم؟ هل الآن المنتخب المغربي يا إما يفوز بمساعدة الحكم أو لا يفوز؟ هذه أسئلة. إذا كان يستحق الفوز بدون مساعدة الحكم نقول له كمل في مشوارك، لكن ما تظلمش وما تنحيش حق الناس. الحكم المالي اليوم أفسد المباراة، خطأ واضح وضوح الشمس، وكان قريب من اللقطة. هذا هو الأمر العجيب والغريب. عاود أعطيلي الصور عليلو حتى نشاهد